وفي الذكرى الثانية لثورة يناير قابلنا والدة أول شهيد في ثورة 25 يناير، والدة الشهيد مصطفى رجب. أنت طلبتي إن في شكوى عندك، إيه الشكوى؟ الشكوى إحنا عايزين القصاص وعايزين الدم وعايزين حقوقنا وعايزين الأستاذ المحافظ بتاع السويس ده يشوف البلد بقت زبالة، مش حي ال40 ده زبالة، ما يقولوش عليه حي ال40 بتاع السويس اللي هي السويس البسيلة الجميلة، وردة الجمايل، وردة السويس دي والسويس البسيلة وال40 ديت بقت زبالة من البياعين ومن بتوع الخردوات وده منظرها مش يبقى منظر العام. ميدان ال40 دوت هي دي بتاع السويس. يعني انت شايفه ان في تقصير من حي ال40؟ تقصير من حي ال40 ومن المحافظ بتاع السويس، وانا في قلب المحافظه في تقصير من ناحيته، ودي تاني مره نشتكي. ايه السبب ان انت اول كلمه قلتها لي اول ما اتقابلتي معايا عماره اسكندريه اللي وقعت؟ ايه حكايه عماره اسكندريه واحده في السويس؟ ما هي وقعت والميه تحت المجاري، تحت ما بينزحوا ميه المجاري في نفس الوقت وبيطلعوا الانقاض الناس من تحت الانقاض. احنا بقى عماره الجناين دي لما تقع علينا يدور بقى ويلف حوالين نفسه هو والمسؤولين زي الرئيس المخلوع والسته الاعوان بتوعه. احنا عايزين الميه تحت المجاري واصله للشباك الاول، الميه ما بتتصرفش على مجاري، ما فيش. فين الكلام ده؟ في قريه عامل بجوار مدرسه محمد فريد وحي الجناين. جه مرتين ثلاثه محافظ السويس اللي هو الدكتور عبد العظيم اللي كان موجود جه وشافها بعينيه، اللواء محمد عبد المنعم هاشم، اللواء عبد المنعم هاشم جه شافها وحي الجناين ولا بيبعتوا اي حاجه. وازبل الزبالين عماره الجناين دي هم مستنيين لما تبقى انقاذ تحت اسكندريه ويلفوا حوالين نفسهم كده. احنا كله ده محدش بيعمل حاجه ولا اي حاجه جدت منه. ال40 زباله.